يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله لآية الدين، هنفسرها النهاردة، بس أحب أبدأ الحلقة بتاعتي بمناسبة جميلة قوي، من أفضل المناسبات في حياتي. يعني زي النهاردة من سنتين الحمد لله حصلت على إجازة برواية الإمام حفص. النهاردة بفضل الله بعد سنتين وفي نفس الشهر إجازة برواية الإمام شعبة. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، من شيخي حفظه الله الشيخ سامي عبد العاطي. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة يا رب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نبدأ في الحلقة بتاعتنا تفسير سورة آية الدين. ربنا سبحانه وتعالى بدأ الآية الكريمة نداء للتنبيه. تمام، نداء لمين؟ للمؤمنين، للتنبيه لما سيكلفون به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني إذا داين بعضكم بعضا فاكتبوه إلى وقت معلوم. يعني الدين ليه وقت معلوم، أخدت منك دين وهرجع لك المبلغ بعد شهر بعد 2، لازم يتكتب. فاكتبوه، وهو توجيه من الله سبحانه وتعالى إلى حفظ الحقوق، لأن الإنسان طبعا عرضة للنسيان. فاكتبوا وليكتب شخص عالم بالكتابة موثوق فيه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني لا يمتنع أن يكتب بينهم بالعدل. تمام، شخص عالم طبعا بالكتابة عشان يكتب ما بينهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق. سبحان الله، يعني من عظمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو جعل إلا عليه الحق هو اللي يكتب الدين. أولا علشان يبقى إقرار على نفسه بالدين. تاني حاجة أمره بالتقوى في الإملاء ولا ينقص منه شيئا، يعني اللي عليه الدين هو اللي هيملي الكاتب، ولا يبخس منه شيئا، لا يقلل منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، يعني لو كان في أي علة، سفيه ضعيف مريض كبير جدا في السن أيا كان، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، يعني الذي يتولى أموره هو اللي هيملي الكاتب. تمام، هننتقل بعد كده لمرحلة الشهداء. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، 2 من الرجال، مفيش 2 من الرجال، يبقى رجل وامرأتان. الرجل بيعادل شهادة امرأتان. طبعا ده ليس تقليل من حق المرأة، ولكن الأنثى طبيعتها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بيها إن هي بتنسى كتير. تمام، كثيرة النسيان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني ممكن دي تنسى، تمام، والتانية هتفكرها، يجي بعد كده بشوية دي تنسى والتانية هتفكرها. ولا يأبى الشهداء، يعني ما ينفعش إن هم يرفضوا بدون عذر. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا، يعني لا تملوا أن تكتبوا الدين سواء صغير أو كبير إلى أجله، علشان 3 أسباب. أول حاجة ذلكم أقسط عند الله، يعني أكثر عدلا عند الله سبحانه وتعالى، وأقوم للشهادة لكي تكون شهادة صحيحة، وأدنى ألا ترتابوا، عشان ما تشكوش بعد كده هو الدين كان قد إيه، هو كان وقته طيب قد إيه، لازم يبقى مكتوب. طيب في استثناء بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هنا إن في استثناء. إيه هو الاستثناء؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني لأن التجارة اللي بتدار بين الناس لا يخشى منها الظلم ولا الخصومة، فلا داعي للكتابة. تمام، ولكن لكن يبقى في شهود وقت البيع. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يتضرر كاتب بسبب كتابته ولا شهيد بسبب شهادته. وإن تفعلوا
لو عملتوا كده، لو أذيتوا كاتب أو أذيتوا شهيد فإنه فسوق بكم. الفسوق البعد عن الحق والخروج عن الطاعة. ربنا سبحانه وتعالى نهى الآية بموعظة جميلة، موعظة عامة، وهي إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لفظ الجلالة تكرر 3 مرات، كل مرة لها معنى إيه غير الآخر. واتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين الله وقاية، بين غضب الله وقاية. تاني حاجة يعلمكم الله تذكير بالنعم، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا كل شيء. والله بكل شيء عليم، متضمنة بالوعد والوعيد الذي لا يخفى عليه شيء. تمام. الحمد لله دي كانت أطول آية في القرآن الكريم، اللي بتميز بيها سورة البقرة، إن فيها أطول آية في القرآن الكريم. إن شاء الله المرة القادمة بأمر الله هننتهي من سورة البقرة، وخلاص فاضل وجه واحد بس، إن شاء الله نقوم بتفسيره إن شاء الله الحلقة القادمة. وجزاكم الله خيرا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.